كوتش، هل الكورس ده بيدي شهاده والشهاده دي معتمده ولا لا؟ الاول طبعا الكورس بيديك شهاده زي ما مئات المدربين خدوا سيرتيفيكت، وتعالى افهمكم موضوع الشهادات ده ماشي ازاي عشان ما نديش الموضوع اكبر من حجمه. السيرتيفيكت دي ما هي الا وسيله زي المفتاح اللي بيفتح لك باب الانترفيو انك تخش بس تقعد جوه، لكن فكره تتقبل او لا فدي مالهاش علاقه بكميه السيرتيفيكتس اللي انت واخدها او اعتمادها منين، لان طبعا مش صاحب الجيم هيجي يقول لك ايه ده انت واخد كل السيرتيفيكتس دي تعالى اشتغل معايا فورا. ده بالظبط زي المهندس اللي بيبقى لسه متخرج وفاكر انه اول لما يتخرج الشركات كلها هتفضل تجري وراه لان هو كونه مهندس وبس. لا طبعا لازم تكون عندك كفاءه وخبره عاليه، وده اللي انا بوفره لك من خلال الكورس. فكره ان انت تتقبل من الاساس ده بناء على قدر العلم والمعلومات اللي عندك اللي هم بيقيموها في الانترفيو، وده بناء على كميه الاسئله اللي انت بتتسالها وفي الاخر انت عرفت تجاوب ولا لا. وهو ده اللي انا بقدمه لك في الكورس، وهو العلم اللي يخليك تقدر تجاوب على اي سؤال في اي انترفيو، لانك هتكون فاهم كل شيء في علم الحركه والبايوميكانكس وكمان في التشريح وازاي تمرن كل عضلات ليفه من الاخر. والكلام ده انا بقوله من قلب الواقع لاني كنت بعمل انترفيو في شباب في الجيمات، وكنت بقبل ناس كانت بتيجي معهاش ولا سيرتيفيكت واحده بس كانوا بيبقوا مجتهدين جدا وشاطرين وفاهمين قوي، لكن في شباب تانية كانت بتيجي معاها سيرتيفيكتس كتير جدا وكلها معتمده، تيجي تسالهم ما بيعرفوش يجاوبوا. فهنا في الاخر مين اللي هيتقبل؟ المجتهد اكتر اللي فاهم وشاطر اكتر. فالفكره كلها انك تبقى مجتهد وتشتغل على نفسك كويس قوي عشان تبقى جاي عايز بجد تبقى فاهم. لو عايز تبدا ابعت لي رساله دلوقتي.